اعتراف خطير جدا من حكم الفار لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق الحكم محمود البنا حكم فار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلها موقع القاهرة الرياضي منذ قليل فاجأ بها الجميع بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري المصري. قال البنا: تابعت كل ردود الأفعال بعد المباراة وما عجبنيش كلام كتير من النقاد الرياضيين والمحللين على قنوات التلفزيون المصري بخصوص ركلة جزاء الزمالك التي تم احتسابها بقرار من حكم الساحة الكابتن محمد عادل. الناس طالعة كلها تتكلم وتقول الفار ليه ما ناداش على حكم الساحة وبلغوا إن في احتمالية لإلغاء ركلة جزاء الزمالك على البنك الأهلي. يا جماعة الموضوع مش كده خالص، ولا زي ما انتوا فاهمين، مع كامل احترامي ليكم كلكم. الموضوع حسب تقدير حكم الساحة للحالة اللي شافها بعينه. يعني في حكام ممكن تحسب الكرة دي ركلة جزاء، وفي حكام تانية ممكن ما تحسبهاش وتقول ان ده تنافس طبيعي للوصول للكرة من الاتنين لعيبة. ممكن انا اكون شايف ان ده تنافس طبيعي بين الاتنين لعيبة، بس في النهاية القرار بيكون قرار حكم الساحة اللي هو كابتن محمد عادل، مش قرار الفار خالص.